فلنفرض دلوقتي اللي انت بتكولكت سامبلز بتاعت هايتس، فانت عندك population كبير ممكن ان هو يكون represented بكل الهايتس بتاعت كل الناس اللي موجودين في العالم. فانت اخدت سامبل مجموعة من الاشخاص بشكل راندوم، ولتكن الاشخاص دي هي الناس اللي موجودين مثلا في مصر، وبدأت اللي انت تقيس الهايتس بتاعتهم. السامبل اللي انت اخدتها للناس في مصر دي فيزيكالي تقدر اللي انت تقيسها، تقدر اللي انت تقيس الهايت بتاع كل واحد موجود في مصر، وكذلك البوبيوليشن تقدر اللي انت تقيس الهايت بتاع كل واحد موجود في العالم. هي ستيل فاينايت، خد بالك. انا اقدر اللي انا امبيريكلي اقيس الكلام ده. يعني ايه امبيريكال ويعني ايه ثيوريتيكال؟ هتلاقي اللي انا ساعات بقول بشكل امبيريكال اللي انا بقيس الاطوال بتاعت الناس، ده معناه ان انا فيزيكالي بقيس الاطوال بتاعت كل شخص موجود عندي في السامبل، وكذلك البوبيوليشن، فهم ستيل فاينايت. الشيء الثيوريتيكال بقى هو اللي انا بحاول اللي انا من الحاجات اللي انا اخدتها، القياسات اللي انا اخدتها المحدده الفاينايت دي، اقوم قايل والله بص الشكل الكونتينيوس للميجر هيكون كذا، فهفت زي كيرف كده على الديتا بتاعتي علشان احولها لشكل كونتينيوس. كنا قلنا برضه قبل كده ان انت عندك السامبل وعندك البوبيوليشن، بتقدر ان انت تكولكت من السامبل بتاعتك حاجه بنقول عليها ستاتستيك، والبوبيوليشن حاجه بنقول عليها بارامتر. المره اللي فاتت شفنا الهيستوجرام، ازاي ان احنا بنقدر نفيجوالايز الديتا بتاعتنا، وشفنا الفريكوينسي تيبلز. ايه هو الفرق ما بين شيء الناس بتطلق عليه بارامتريك والنون بارامتريك؟ يعني ايه ان انا بفت مثلا الديتا بتاعتي بشكل بارامتريك او شكل نون بارامتريك؟ الشيء البارامتريك هو اللي انا باسيوم ان في ديستريبيوشن معين، الديتا بتفولو الديستريبيوشن ده. انا لو بصيت على الديتا بتاعتي دي هلاقي ان هي بتفولو شكل معين، فانا لو اخدت approximation شكل بقى زي ما بقولك theoretical، هاسيوم ان الدنيا continuous، واروح اللي انا افت عليها شكل، انا حاسس اكن شكلها عامل زي البيل كيرف اللي قصادي ده. فالبيل كيرف ده لو اخدت شكل الكيرف ده وعملت له فيتنج على الديتا، ممكن ان هو يفت الديتا عندي بشكل كويس. البيل كيرف ده مهم جدا، لان فعلا الهايتس بتاعت الناس، لو اخدت الهايتس بتاعت كل الناس في العالم هتلاقي ان الهيستوجرام في الاخر خالص بيفولو الشكل بتاع البيل كيرف. هي مش مقتصره بس على الميجر اللي احنا بناخده ده، حاجات كتيره جدا لو قستها هتلاقيها بتطلع النورمال ديستريبيوشن. كاركترايزد بحاجتين، المين بتاعه او الاكسبكتد فاليو، اكتر نقطه ليها لايكليهود، وفي نفس الوقت الفاريشن زي ما اتكلمنا قبل كده حوالين المين وهو الستاندرد ديفيشن. البيل كيرف النورمال ديستريبيوشن مهم عندنا جدا، وفي نفس الوقت هو اتسمى نورمال ديستريبيوشن وجاوسيان ديستريبيوشن، الاثنين واحد. هو جاوسيان ديستريبيوشن نسبة الى جاوس العالم الالماني اللي ساعدنا في فهم اكتر للبيل كيرف، او حط ايكويشنز علشان يكاركترايز بيها البيل كيرف ده. نرجع بقى للديتا بتاعتنا، وتروح انت تفت على الهيستوجرام بتاع الديتا ده اللي هو انا هنا مستخدم الدنسيتي هيستوجرام، فانت تروح بقى تفت على الديتا بتاعتك دي النورمال ديستريبيوشن. فانت عارف الميو وعارف السيجما، بنطلق عليها السفيشنت ستاتستيك. دي الحاجات الكافية بالنسبة لي علشان اقدر اديسكرايب النورمال ديستريبيوشن. فاروح دلوقتي افت النورمال ديستريبيوشن ده على الديتا بتاعتي، واقدر اللي انا اشوف هل النورمال ديستريبيوشن ده فيت كويس ولا لا. تقدر اللي انت تعمل ده بالنظر، تقدر اللي انت تعمل ده بميجرز، ولكن مجرد النظر اقدر اللي انا اقوم قايل والله بص الشكل فعلا بتاع النورمال ديستريبيوشن ده كويس، بيفيت الديتا عندي بشكل كويس. ده بنطلق عليه بارامتريك. ليه؟ لان انت هنا حطيت assumption لديستريبيوشن معين، اخدت ديستريبيوشن محفوظ معروف وقمت حاطه على الديتا بتاعتك، وقمت شايف هو بيفت الديتا كويس ولا لا، ولذلك هو بارامتريك وكنترولد باي سبيسيفيك بارامترز. في بارامترز معينه زي الميو والسيجما هي اللي بتكنترول الكلام ده. النون بارامتريك فيتنج، او ساعات بقى حتى في الستاتستيكال تيستس بيقول لك النون بارامتريك تيستنج بشكل عام، ده بيكون جاي من الديتا نفسها، وبيكون جاي من الرانك بتاع الديتا او من الساين بتاع الديتا اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف، يعني او ان انت توردر الديتا. ولذلك الحاجات اللي هي جايه من الميديان والكلام ده بيتقال على الميجرز بتاعتها ان هي نون بارامتريك. لو بصيت بقى على النون بارامتريك فيتنج، حاجه زي الكي دي اي،
الكيرنل density estimation اللي اتكلمنا عنها قبل كده. الكيرنل density estimation هي جاية من الداتا نفسها، ولكن تخيل شوف بقى النورمال ديستريبيوشن عمال يظهر معانا في كل حاجة، حتى في النون بارامتريك فيتنج اللي حصل ده راحوا في الكيرنل density estimation استعملوا النورمال ديستريبيوشن برضو. شوف هنا في فرق شويه صغيرين ما بين الاثنين، انا جايب الكي دي اي ده من الاكشوال داتا بوينتس، وفي حين ان النورمال ديستريبيوشن هو اخد الميو والسيجما بس بتاعت الداتا، ولكن هم قريبين جدا من بعض. بص بقى على الكي دي اي نفسه كان جاي ازاي. وعلى فكره اللي احنا بنبص عليه ده احنا بنطلق عليه السامبل ديستريبيوشن، لان انا اخدت الهايتس نفسهم وعملت بيهم الديستريبيوشن ده، هو ديستريبيوشن اوف هايتس، فهو جاي من السامبل، فبنطلق عليه السامبل ديستريبيوشن. هفرقه لك عن حاجه تانية هنتكلم عنها قدام ان شاء الله. طيب يبقى دلوقتي انا معايا حاجه زي الكي دي اي دي في حد ذاتها جت من نورمال ديستريبيوشن. هو عملوا اسامبشن ان كل بوينت حواليها زي سمول جاوسيان، سمول نورمال ديستريبيوشن، فلو هادب كل الجاوسيان ديستريبيوشنز دي في الاخر خالص هحصل على الكي دي اي. فلطيف النورمال ديستريبيوشن هتلاقيه عمال يظهر كده في حاجات غريبه، ولكن هو مهم جدا وفعلا بيابروكسيميت حاجات كتيره موجوده حوالينا. شكرا جدا انك كملت الحلقه للاخر. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن السنترال ليميت ثيرم، وهنشوف ازاي النورمال ديستريبيوشن بيظهر معانا اكتر كمان، وهنتكلم عن كونسبت السامبلينج ديستريبيوشن، وهنشوف شويه سيميوليشنز للموضوع ده. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.